هلا يا بنات. اليوم راح اشرح لكم على اشهر منتج باوردينري اللي هو الجلايكوليك اسيد، وراح ابين لكم الاصلي والكوبي. اول فرق عندنا اللي هو حجم العلبة، حتشوفون الاصلي كبير والكوبي صغير. ثاني شغلة عندنا الكتابة بالاصلي والكتابة بالكوبي، هنا كلش ناعمة وهنا كبيرة. وثاني شغلة اللي عندنا هي الشرح بالاصلي، شوفوا هواية معلومات مكتوبة، اما بالكوبي ما مذكورة. اما ظهر العلبة فشوفوا هاي الفروقات، هاي العلبة تكون الاصلية وهاي العلبة تكون الكوبي. اما الفرق الاخير اللي هو حنشوفه بالعلبة، على فكرة هذا الكوبي اخذته من صيدلية، وبالصيدلية يقول لي هذا اصلي من المدخل ومختوم، وهو مو اصلي ابد، وهو كان متأكد انه اصلي. شكل العلبة حيكون هيك، وحنطلع المادة ونشوفها. هسه حنشوف المادة. اول شي العلبة باعوا هاي الكوبي حتجي هيجي مفتوحة، والاصلية لا تجي هي هيجي. شوفوا لون المادة. الفرق الاخ، شوفوا العلبة الاصلية هاي الوجه مالتها، والكوبي هاي. وبالنسبة للمادة الاصلية حصير بيها هاي الفقاعات، اما الكوبي فبسرعة حتروح. شوفوا راحت، وشوفوا هاي شلون بقت. اخر فرق نقدر نطلع من عند المنتج كوبي او اصلي، اللي هي الورقة اللي بالظهر، هذا الاصلي شوفوا، والكوبي ما بي.